تخيل تسرق موبايل وتفتحه لتتجسس على خصوصيات صاحبه، بتقوم تكتشف جريمة قتل عاملها صاحب الموبايل. شو بتعمل؟ تعال أخبرك بطل قصتنا شو عمل. القصة صارت بريف دمشق، تحديداً بطريق ضيق بين صحنايا وأشرفية صحنايا. شاب اسمه سامر كان ماشي بالليل، شاف واحد عم يحكي على التليفون، ما كان معه غير هالموبايل، سرقه من إيده وهرب. بس هو ما كان يعرف إنه هالموبايل ما كان مجرد موبايل مسروق. سامر ما كان حرامي محترف، بس مضغوط، وضعه سيء، ديون وشغل متقطع. شاف فرصة، شخص واقف مركز بالمكالمة إيده فيها موبايل غالي، خطفه وهرب. ما كان مخطط، ما كان بيعرف مين الضحية ولا شو قصة الموبايل. سامر رجع على البيت، سكر الباب، قعد لحاله، فتح الموبايل، وكانت نيته يتجسس على خصوصيات صاحب الموبايل. طبعاً الموبايل ما كان مقفول. أول شي فتحه صور عادية، محادثات، تطبيقات، كل شي طبيعي، لحد ما وصل لشي غريب. الفيديو. في فيديو حديث مصور من نفس الموبايل، ضغط عليه وهون كانت الصدمة. بداية الفيديو غرفة، صوت نفس عالي، شخص عم يتخانق مع شخص تاني، الكاميرا مهزوزة، صوت صراخ. الشخص اللي عم يصور صار يصرخ خلص بقى خلص، بس الصوت التاني ما وقف. اللحظة القاتلة، ضربة، صوت قوي، سكون، وبعدين الجسم وقع. الكاميرا ضلت شغالة والشخص اللي عم يصور قرب على الجثة. ما كان تمثيل، ما كان فيديو عادي، كانت جريمة حقيقية. سامر سكر الفيديو، رجع فتحه، اتأكد، صار يفكر شو هاد؟ مين هدول؟ أنا شو دخلني؟ هون سامر كان عم يفكر يعمل شي واحد بس، يعمل سوفت وير لجهاز ويبيعه بسوق المستعمل ويعتبر حاله ما فتح الموبايل من أساسه. سامر ما قدر يوقف، رجع فتح الموبايل ودخل على الصور، شاف نفس الشخص. سامر تأكد إنه القاتل هو صاحب الموبايل. هون صار الخطر الحقيقي، لأنه صاحب الموبايل أكيد عم يدور عليه وبيعرف إنه الموبايل فيه دليل. سامر ما عاد نام ودخل بحالة من التوتر والقلق، وصار يحس حاله مراقب حتى وهو نايم، وقرر يلغي وضع الطيران من الموبايل. وفجأة أجا اتصال من رقم غريب. كيفك أخي، شو أخبارك؟ أنا مستعد أعطيك 10 أضعاف حق الموبايل، بس رجع لي إياه الله يوفقك، لأنه كل شغلي عليه، وأقسم بالله ما رح بلغ الشرطة ولا رح أعمل شي، وإذا بدك بترك لك المصاري وين ما بدك، أو بسلمن لحدا برا البلد، وإنت زدت الموبايل وين ما بدك، وخبرني عن مكانه وأنا بروح باخده. سامر ما رد عليه بولا كلمة، وسكر الخط بوجهه ورجع حط الموبايل على وضع الطيران. وبهاللحظة سامر تأكد من صحة تفكيره الأولي، وإنه صاحب الموبايل مجرم وخايف تنفضح جريمته. وهون كانت لحظة القرار الرجولي. سامر راح على مخفر الشرطة وحكالن أنا حرامي وبدي سلم حالي، بس قبل بدي بلغ على جريمة قتل. طبعاً فوراً رئيس المخفر تعاون معه وأخذ إفادته كاملة، وتم إرسال الفيديو لقسم الأدلة الجنائية لتحليل المشاهد يلي فيه، وتم إرسال دورية للقبض على المجرم ميم سين. بمواجهته بالفيديو اعترف بجريمته البشعة، وأنه دافع للقتل كان بسبب خلافات مالية قديمة. الجدير بالذكر أنه القاضي أصدر حكم البراءة بحق سامر وما انسجن ولا يوم، وبالعكس تم الثناء والشكر على شجاعته وموقفه البطولي بكشف ملابسات الجريمة. وأخيراً بدي منكم تكتبوا لي بالتعليقات لو كنتوا مكان سامر شو كنتوا رح تتصرفوا.